السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ النهاردة نتكلم في فيديو جديد عن ويدجتس من أهم الويدجتس اللي موجودة في فلاتر، ألا وهما سنجل تشايلد سكرول فيو والراب. والويدجتس دول بيبدأ إن هما يحلوا لي مشاكل موجودة عندي في الكولوم وموجودة عندي في الرو. فخلينا نبدأ مثلا مع الكولوم ونبني مثلا كونتينرز أو نبدأ 5 كونتينرز. نقول مثلا هايت 200 ويدث 200 وندي مثلا كولر وليكن ريد، ونبدأ إن احنا نكرر العملية دي كده 4 مرات كمان. نبدأ إن احنا نغير اللون هنا، نخليه مثلا جرين، واللي تحت جراي، واللي تحت بلو مثلا، ونخلي الأخير ريد زي ما هو، ونعمل هوت ريلود. فيبدأ يظهر لي مشكلة عندي اسمها اوفر فلو. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي الاليمنتس اللي انا بانيها جوه الكولوم خدت مساحة أكبر من مساحة الشاشة، فيبدأ يظهر لي اوفر فلو. طيب أنا دلوقتي علشان أحل المشكلة ديت بتبدأ دور مين؟ سنجل تشايلد سكرول فيو. فأبدأ أحط الكولوم جوه سنجل تشايلد سكرول فيو، وأقول له سنجل تشايلد سكرول فيو، وتبدأ إن هي تحل لي المشكلة عن طريق إن أنا أعمل سكرول بالشكل ده كده. فدي أول مشكلة حليناها من مشاكل الكولوم. طيب لو أنا عندي المشكلة ديت بس موجودة عندي في مين؟ في الرو. خلينا نشوف. نفس المشكله ظهرت في الرو، ان انا دلوقتي في elements اللي موجوده جوه الرو عدت الليميتس او حدود الشاشه او مساحه الشاشه بتاعت اللي انا ببني جواه مين الاليمنت اللي موجوده مين جوه المين الرو. طيب علشان نحل المشكله ديت تيجي دور حاجه اسمها ايه؟ راب. فنبدا ان احنا نستخدم راب، وهي عباره عن ايه؟ ان هي بتخلي لي دلوقتي لو الكونتينرز مثلا المساحه اللي باقيه مش هتبقى على قد الكونتينرز التالت مثلا او اللي انا هبنيه، تنزل صف جديد. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي في اول كونتينر جه كده على الشاشه، خد مساحه 200، خد هايت 200 وويدث 200، جه على المساحه الباقيه، خلى الكونتينر التاني جه سأل نفسه كده هل المساحه الباقيه فيها هايت 200 ويدث 200؟ المساحه الباقيه هل يبقى فيها مساحه الكونتينر تالت الويتس بتاعه 200 والهايت 200؟ لا، فينزل صف جديد ويبدا يبني نفس الكلام اللي بناه فوق. طيب لو انا دلوقتي عايز ان انا احل المشكله ديت بس زي ما حليتها في الكولوم، ممكن ابدا استخدم مين؟ ارجع الرو عادي وابدا احطها جوه مين؟ سنجل تشايلد سكرول فيو. سنجل تشايلد سكرول فيو. طيب خلينا نعمل هوت ريلود. بدأت تظهر نفس المشكلة. طب ليه؟ لأن دلوقتي السنجل تشايلد سكرول فيو السكرول بتاعها بيكون بشكل فيرتيكال. طب احنا دلوقتي عايزينها بشكل هوريزونتال، فنبدأ ان احنا نعمل سكرول دايركشن ونقول له اكسس دوت هوريزونتال. فالمشكلة كده اتحلت معانا. فيعتبر الويدجز دول اللي هو السنجل تشايلد سكرول فيو والراب بيحلوا لي مشاكل موجودة عندي في الرو موجودة عندي في الكون. اتمنى يكون الفيديو مفيد، ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير، والسلام عليكم.